هل كنت تعرف أن الرقص في مصر قديما كان له دور ديني وروحي؟ خلونا نرجع بالزمن ونكتشف مع بعض أصل الرقص في تاريخ البشرية من الحضارة المصرية القديمة. اتعرف الرقص في مصر قديما وكان سلوك وممارسة ثقافية لها أهميتها، وكان البنات في المعابد المصرية بيعملوا حركات استعراضية كجزء من الطقوس الدينية. الحركات دي كانت بتعبر عن طاعة وتقرب للآلهة، وكان المصريين بيشوفوها كنوع من الارتقاء الروحي، بتصير فيهم الخشوع، وما كانتش أبدا حاجة شهوانية زي ما بيحصل دلوقتي. ومش بس كده، ده كمان كان في رقص في المواكب الجنائزية للترفيه عن المتوفي حسب معتقداتهم، وفي اوقات الفيضان والحصاد واحتفالات تانية كتير عند المصري القديم. وزي ما هو معروف في الحضاره المصريه كانت مصدر للالهام لباقي الحضارات والعصور، وزي ما اتنقلت حاجات كتير من ثقافتنا وعلومنا للحضارات التانية، اتنقل برضه المصري الاستعراضي هو كمان لعصور ومن دوله لدوله ومن شرق الاوسط لاوروبا كمان، واستمر وجوده في العصور الوسطى في مصر. ومع امتزاج الثقافات، الرقص المصري اللي اتعرف بالشرقي بعد كده بقى مهنه فنيه معروفه وبارزه، وبنشوف ده في الخمسينات والستينات، والفتره دي اللي اتشهر فيها عدد من الراقصات زي سهير زكي وتحيه كاريوكا. لكن للاسف مع الوقت بدأ الرقص ينحدر ويتدهور، وبدل ما يكون فن راقي زي ما كان ده أساسه، بقى فعل مستهجن بسبب التعديلات اللي اتعملت عليه والملابس التقليدية اللي استبدلت حاليا ببدل ولبس مختلف مليان تفاصيل دخيلة ومثيرة، والحركات الأجنبية اللي دخلت تخليه أكثر إثارة. وحاليا الرقص المصري اتحجم في الكباريهات والملاهي الليلية، وبقت مهنة تخجل، وده زاد أكتر مع دخول الراقصات الأجانب اللي بيفتقروا الفن الراقي، ومن ساعتها زاد الوضع سوء وخلى الرقص المصري الأصيل يتنسي تدريجيا. ولكن مش كل حاجة سودة ووحشة، لأن حاليا في مبادرات لتوثيق الرقص كتراث مصري، وتم افتتاح أول مركز معترف بيه من اليونسكو لتعليم الرقص في مصر، خطوة للحفاظ على الفنون واستمرار وجودها بشكل المصري الأصيل. وفي النهاية الرقص المصري مش مجرد حركات، ده جزء من تراثنا زي حاجات فنية ورياضية كتير تانية، منها التحطيب والجلابية والسمسمية اللي هنكلمكم عنها في حلقات تانية جاية. استنونا.